هنا الانترا الجمل يا جماعة بيبصوا لبعض وبيفرقوا الاتنين. ديك وبربرة متخانقين. مناخير الكوريين والبوق زي ما انتوا شايفين ضيق شويتين. الودان فيها اشارات وترحيب. سوق المنصورة الجديد هيلاقي العربيتين موجودين، ما تعرفش تفرق بين الاتنين، والاتنين برابر. فيهم واحدة مهرية ومنفوخة من المصريين، واحدة لسه جاية من بره، تانية رشة كله بره وكانت بتجري يمين وشمال مع المصريين. هنوريكم حالة الاتنين وتشوفهم المصريين بيعملوا في العربيات ايه، وتشوفهم العجل اللي جاي من بره عامل ازاي. شكل العربيات والملامح زي ما انتوا شايفين، العيون باصين وواسعين، والنني اسمر وجميل، والبق زي ما انتوا شايفين صغير، الشفايف اللي فوق منفوخة والشفايف اللي تحت على ابوه. اما المناخير علامة الكوريين وهونداي زي ما انتوا شايفين. عندنا في الودان اشارات في الودان بتنور مع الانتظار، وبتنور كمان يمين وشمال. العربية دي كانت مع المصريين، وعشان كده مهرية شويتين ورشة بره. فرق كبير ما بين العربيتين، والاتنين طبعا حلوين، بس تفرق ما بين الاتنين الايدين بتاعت العربية، وكذلك الطبلوم والعجل محبوب ومرغوب لدى المصريين. المقاعد الامامية فرش جلد معمول زي ما انتوا شايفين، والاسطوفة بتاعت الكوريين موجودة. الكنبة الخلفية عليه ازازة شويبس هدية، حالة زي الفل وزي الياسمين. مؤخرة العربية جميلة وعسلية، وحساسات خلفية تشوف مين اللي وراه. ندخل على طول الافنت اللي جاية من بره زي ما انتوا شايفين، عربية جوه وبره، وحالة مميزة وممتازة كمان. عيون مفتحين ومبرقين، ونني اسمر وجميل. لو بصينا كمان للودان هنلاقي ترحيب في الودان، واشارات كمان يمين وشمال. 4 ازاز ولوك وتحكم في المرايات، تحكمات كتير. وعندنا كمان شاشة تاتش كمان، حالة مميزة وممتازة ومختلفة عن بقية العربيات. لو بصينا للمقاعد الامامية فرش جلد بتاع بلاده، وعربية جوه وبره وممتازة و100%. الكنبة الخلفية فرش بلاده جلد زي ما انتوا شايفين، وحالة مميزة وممتازة. لسقف العربية جميل، وعربية فايقة ورايقة ومش متهانة، وعربية افنتي جاية من بره بعيد عن بهدلة المصريين. بطن العربية نكشف عليه بطن وصدر، وهندخل على شنب العربية على طول. عربية حالة شاذة و100%. وادي البطاحات اللي بتمثل الركب بتاعت البني ادمين، لا شرايح ولا مسامير. وصدر العربية 100%، وزي ما انتوا شايفين جديد. العظام زي ما انتوا شايفين مش محتاجة اي كلام، بطارية جديدة. العربية كانت في التلاجة. سقف بق العربية يعني الكبوت زي ما انتوا شايفين بحالة غريبة، والعربية كانت متعانة عند الكوريين. فرق كبير ما بين الاتنين، واحدة رشة بره ومتبهدلة من المصريين، وواحدة لابسة هدومها ومفيش قلم بوهية وعسلية وبتضحك للمتابعين.